كل ما يطلبوها مني أقوم جارية أعملها، لإن سهلة وخفيفة ولذيذة وطعمها حلو جدًا وبتعجب الصغير والكبير. وكمان عايزة أقول لِك إيه، اللي بتنفع في الفطار وفي العشا. تعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الوصفة بتاعتنا ديّة اتعملت إزاي. وعايزة أقول لِك تقريبًا مكوناتها كلها موجودة في البيت. نُص كوباية من الحليب السخن، عليها معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وهاحط كوباية إلا ربع من السكر الأبيض، واضرب الكلام ده كله مع بعضه في المضرب. طبعا تقدري تستبدلي المضرب بالخلاط لو موجود. بعد كده هحضر نص كوباية من السمنة على الزيت. هضرب بقى كله مع بعضه لحد ما يديني كده قوام كريمي، وانزل في الوقت دوت ببيضاية بدرجة حرارة المطبخ وعليها معلقة كبيرة من الفانيليا. طبعا البيضة انا مخرجاها من التلاجة قبليها بساعة علشان خاطر تديني نتيجة كويسة. بعد كده هحضر كوباية وربع من الدقيق، هحط نص الكمية وانخلهم بالشكل دوت واضرب بالمضرب، وبعد كده هنزل بنص الكمية الباقي. طبعا لو انت هتعملي في الخلاط يبقى ما تحطيش الدقيق جوه الخلاط. كده بقيت كمية الدقيق هحط عليهم بقى معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. هضرب بقى كله لحد ما تلاقي القوام تقل معاكي. المطلوب اللي القوام يتقل بالشكل دوت كده. يلا بقى منشن وشير عشان الكل يستفيد. كده القوام بسم الله ما شاء الله. حضر بقى معايا صينيه الكب كيك، تقدري تعمليها في قالب صغير. لو انتي مش عندك صينيه الكب كيك دي، هحط جواها الورق، وابدا بقى اللي انا احط الخليط اللي احنا عملناه بالمضرب جوه كيس حلواني، لان تقيل معايا مش هينفع اللي انتي تصبيه كده على طول، لازم تحطيه في حاجه او بالمعلقه. يعني تعايري كده بالمعلقه، وكل كب كيك هياخد نصه، ما تكمليش اكتر من كده. هقلبه بقى كده بالمعلقه بالعصايه الشيش طاووق ديت علشان خاطر بس لو في فراغات، لان ايه زي ما قلتلك الخليط تقيل شويه معايا. هركنه على جنب، واحضر بقى معايا معلقتين من الخليط اللي احنا عملناهم، واحط عليهم معلقتين من الكاكاو الخام، وطبعا 3 معالق من الحليب علشان خاطر يبدأ اللي هو يدوب معايا بالشكل دوت كده. احنا هنعمل صوص شوكولاتة عشان نحطه فوق الوش بطريقة شكلها حلوة جدا، والنهاية هتشوفيها دلوقتي. حطيته جوه كيس حلواني. طبعا لو مش موجود تقدري تستبدليه بكيس تلاجة، مفيش مشاكل خالص. نعمل بقى الاشكال اللي احنا عايزينها، اشكال خطوط، ممكن نقط كده، دواير. طبعا الحاجات دي كلها دلوقتي لما تطلع من الفرن هتشوفي النتيجة حلوة جدا، عاملة كده زي الماربل كيك، بس النتيجة تحفة، لازم تجربيها. كده خلاص هبدأ بقى ان انا اجيب اي حاجة رفيعة، وابدأ ان انا اروح عاملة جواها اشكال بالشكل دوت كده. النتيجة حلوة قوي. للناس بقى اللي بتقعد تقولي يا هبة احنا عايزين نوريكي الشغل بتاعك اللي انت بتعمليه واحنا بننفذه على طول، عايزة اقول لكم اللي انا هسيب لكم لينك الجروب بتاع الفيسبوك بتاعي هنا في الكومنتات. ابدأوا بقى اللي انتوا اي حاجة انا اعملها وانتوا كمان تنفذوها، صوروها ونزلوها على الجروب. ما تنسوش تنضموا ليه، هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات. هدخله الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني من غير شواية. هتلاقيها استوت بسم الله ما شاء الله، لونها من جوه فاتح وجميلة وطرية كده وهشة وطعمها حلو قوي. لازم تجربوها لو عندكم اطفال صغيرين. الله بقى الله على الجمال. ولو برضو عندكم اطفال كبار شوية، الله برضو على الجمال. جربوها بقى وادعولي، وهستنى التطبيقات كلها بتاعتكم، وهستناكم النهارده جوه الجروب. ما تنسوش